السلام عليكم يا حبايب طعم زمان. النهاردة هنعمل سوا القرص الفلاح البلدي على أصولها اللي كلنا اتربينا على ريحتها وطعمها الجميل. تابع الفيديو للنهاية علشان أقول لكم سر الطراوة اللي بيخلي القرص تبقى دايبة في البق زي الزبدة. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. مقادير سهلة خالص وبسيطة زي ما انتوا شايفين. عندي طبعا كيلو من الدقيق، وعندي كيس خميرة فورية. لو عندك الخميرة البيرة بتبقى جميلة جدا في القرص، وعندي كيسين من الفانيليا، وعندي كيس السمنة ده ما يعادل نص كوباية من السمنة، وعندي طبعا كوباية من الزبادي. جايبة علبة زبادي كبيرة. الزبادي بيخلي القرص بتاعتي بتبقى طرية وبتبقى ريحتها زي اللي هي معمولة بالخميرة، زي الفيش اللي بيتعمل بخميرة لبن. وعندي سمسم طبعا متحمص. يا سلام لو تحطيه على البوتاجاز كده تحمصيه، برضو بيخلي لك القرص بتاعتك ريحتها جامدة وطعمها تحفة. وعندي طبعا الدقيق، واهم حاجة الدقيق لما تيجي تعملي مخبوزات زي كده، كيكة او باتيه او كرواسون، او تفضلي تشتري الدقيق اللي هو الاكياس، بلاش اللي هو الدقيق السايب، علشان الدقيق الاكياس ده بيبقى ابيض وبيبقى فيه عرق اكتر من الدقيق السايب. في حاجة كمان، لازم الدقيق تنخليه مرة واتنين علشان العجينة بتاعتك تبقى هشة، وتبقى في المخبوزات بتبقى اللقمة كده خفيفة خالص. يعني كل ما بتنخلي الدقيق كل ما يديلك النتيجة الحلوة. هنجيب طبق غويط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لما تيجي تعجني بلاش تعجني في حاجة ألمونيوم، يا إما تعجني في حاجة بلاستيك يا حاجة استانلس. لكن الألمونيوم ما أنصحكش بيه في العجين. طبعا نزلت بكوباية الزبادي، ومكان كوباية الزبادي مليت مكانها مية. أنا ما عنديش لبن. مليت مكان كوباية الزبادي دي كوبايتين من المية، ونزلت طبعا ب3 معالق من السكر وكيس الخميرة الفورية، وهنبدأ نقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طيب لو عايزة مثلا يعني تنجزي وتخلصي بسرعة، ممكن المقادير بتاعتك دي كلها تنزلي بالزبادي على اللبن او المية المتاحة عندك، والسمنة والسكر والفانيليا، كلهم تضربيهم مع بعض في الخلاط. لكن انا بعمل لكم بطريقة امهاتنا زمان. زمان ما كانش فيه لا عجان ولا كان فيه مضرب، كان الخلاط ده يعني ده كان قريب هنا مش من بعيد قوي. يعني احنا هنمشي على زي ما كانوا يعملوا امهاتنا واجدادنا، والحاجة كانت بتطلع طعمها حلو، وكان بيبقى ريحة وطعم مميز اكتر من دلوقتي. تمام يا حلوين. نزلت بعد كده بكيس السمنة او نص كوباية السمنة بتاعتي، وجبت معلقة تاني، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. يعني حاولي لما تيجي تعجني، خلي بنتك مثلا لو في اعدادي او في 5 و6 ابتدائي، خليها حتى تقف جنبك كده علشان تتعلم منك. مرة مع التاني هي هتقولك يا ماما عايزة اعجن. مش عايزين نريح نفسنا ونقعد نعجن ونعمل احنا، وهم في الاخر يطلعوا ما يعرفوش حاجة خالص. احنا كده بنظلمهم مش بنريح. طبعا بعد ما قلبنا المقادير دي كلها مع بعض، هنزل بكيسين الخميرة الفورية بتوعي علشان يديلي ريحة حلوة للقرص بتاعتي، تجيب اخر الشارع زي اللي كانت بتعملها لنا امهاتنا واجدادنا. وهنقلبهم مع بعض، ما تخليش في الكيس حاجة خالص، افضلي نفضي فيه كده. قلبناهم مع بعض بالشكل ده. طبعا هنبدأ انا الخمير الدقيق بتاعي نخلته. هنزل بالدقيق بتاعي، مش هننزل بالدقيق كله، هننزل ب5 مجات كده،
ولو عايز التاني العجينة هنحط لها. ادي واحد وادي التاني. الكيلو طبعا ما يعادل 8 كوبايات من الدقيق. المقادير دي مش هتاخد الكيلو دقيق كله، يعني هنحش منها كده مج. ادي كده 3. طبعا املي المجة كده بايه، بتوصي. حد هيقول لي الطبق بتاعك ده صغير وانت بتعجني، لا يا حلوين مش صغير، هو بس علشان لسه ما عجناش. وهنزل بمعلقة من البيكنج باودر، هيخلي لي الأرز بتاعتي هشة جدا وريحتها حلو. الخميرة الفورية مع البيكنج باودر، او ما فيش خميرة فورية وفي خميرة بيرة. انا بحب اوي في المخبوزات الخميرة البيرة، بس للاسف مش موجودة، فمش مشكلة بقى، هنعجن الفورية. بيخليك القرص بتاعتك اللقمة كده بتبقى طرية وهشة خفيفة، ما بتبقاش تقيلة. نزلت بمجة كمان. حد هيقول لي ان احنا لازم نبس الدقيق بسمنة لحد ما الدقيق بتاعنا يشرب السمنة. يا جماعة دي مش قرص مبسوسة، دي قرص طرية زي كده زي الشريك. لما بنعجنها بالطريقة دي اللقمة بتاعتك بتبقى طرية جدا وخفيفة، وبيبقى طعمها حلو. لكن اللي هي بنبس الدقيق بالسمن دي القرص المبسوسة، ان شاء الله هنعملها مع بعض في فيديو برضه. بعد ما نزلت بالدقيق بالشكل ده هنبدأ نقلبهم. انا ما برتاحش اصلا غير ان انا احط ايدي وافضل الت واعجن، بس زي بعض. هنبدأ نقلبهم كده وننزل بشوية دقيق تاني. بعدين نحوش طبعا المعلقة بتاعتنا اللي مضايقانا دي، وننزل بايدينا ونفضل نلت ونعجن لحد ما العجينة بتاعتك تبقى ايه حاجة بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش طبعا السمسم بتاعنا اللي هيوديلك القرص في حتة تانية. هنزل بحبة من السمسم، هتنزلي بشوية وتخلي شوية على جنب كده علشان نحط القرص بتاعتنا على الوش سمسم. وهنبدأ نقلبهم مع بعض. وما تنسوش طبعا تحط ذرة من الملح كده على الدقيق علشان يعادل الطعم بتاعنا، مش كتير يعني، قد بصبعك الاتنين كده. يلا نبدأ ننضف السيليكون بتاعنا ونحط ايدينا بقى، بلا مفيش احسن من عجين الايدين، ايدينا نضيفة مفيش اي حاجة خالص. امهاتنا زمان كانوا بيعجنوا بايديهم وكانت الحاجة كانت بتطلع بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا بحاول انضف الطبق بتاعي. شايفين يا جماعة بعجن بطراطيف صوابعي لحد ما الم الدقيق بتاعي. وبعدين هنبدأ نلت ونعجن. لت وعجني علشان القرص بتاعتك تبقى طرية جدا جدا وتبقى هشة. ده سر من اسرار القرص الفلاح. شايفين العجينة بتاعتي بتبقى ملزقة بس تبقى ناعمة، يبقى لازم تعجنيها كويس علشان تديكي النتيجة المرضية. طولي بالك كده والحاجة هتطلع حلوة ان شاء الله من ايديك. طبعا بعد ما عجنتها حبة نزلت بمعلقة من السمنة. هبدأ ألم العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شايفين يا جماعة العجينة ناعمة جدا، هي طرية بس ناعمة. ليه؟ لأن أنا اديتها طبعا حقها في العجين. هنبدأ نلمها كده. طيب هنختبر العجينة بتاعتنا ونعرفها ازاي كده، مش عايزة اي حاجة خالص، بايديك التانية. شايفين هي ملزقة ناعمة اهي بس ملزقة. لما تيجي تختبريها اختبريها بايدك التانية اللي هي النظيفة، لكن اللي هي بتعجني بيها طبعا تحس ان العجينة بتاعتك عايزة دي، لكن هي مش عايزة. شايفين ناعمة ازاي بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصناها هنسيبها طبعا تريح، يعني من ساعة الا ربع كده. الجو دافي ومش هتاخد وقت في العجن. وبدأنا قطعناها بالشكل ده. بعد ما قطعناها سيبناها وبدأنا نفرد فيها ورشينا عليها السمسم بتاعنا.
اللهم بارك. الكيلو عمل معايا يعني الصينيتين دول وصاج كبير تاني، يعني عمل لك حبة محترمين. طيب لازم الفرن بتاعك يبقى سخن وانت بتقطع القرص بتاعتك كده. ولع الفرن علشان يسخن، علشان من اول ما ندخل القرص في الفرن ترتفع على طول. لكن لو النار واطية من اول ما تدخل القرص بتاعتك هتنشف ومش هتختمر معك، هتختمر بس مش هتديك النتيجة اللي انت عايزاها. فلازم تولع الفرن الاول، بعد كده توطي النار وتدخل القرص بتاعتك. القرص هتستوي اولا طبعا، هتتنفخ وتستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفين اهو. وطيت النار يعني خليك متوسطة، وطلعت القرص بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة الكاميرا ظلماها، لونها اللهم بارك وطعمها وريحتها حاجة بسم الله ما شاء الله. اعملها طبعا معاك احلى كوباية شاي بلبن في الفطار للولاد، حاجة بسم الله ما شاء الله. ما خدتش وقت خالص، ما خدتش اي تكاليف، كل حاجة في البيت ان شاء الله موجودة. ولو عجبكم الفيديو يا حلوين قولوا لنا عايزين وصفة ايه تاني وان شاء الله نعملها مع بعض. وما تنسوش تعملوا لي لايك الحلو وتعليق حلو من ايديكم، واسيبكم في امان الله وحفظه في فيديو جديد. مع السلامة.